نهاية حزينة محدش توقعها. غضب وإثارة جدل على السوشيال ميديا بسبب نهاية مسلسل ضرب نار، وكتير من جمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا نهاية المسلسل وما كانوش حابين النهاية دي، واللي كانت نهايتها غير متوقعة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. نهاية مؤسفة لقصة حب كانت بتجمع بين مهرة واللي جسدت شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وجابر الكوماندا واللي جسد شخصيته الفنانة أحمد العوضي. بعد صراعات كتير جابر ومهرة على مدار ال 29 حلقة كلهم، يشاء القدر بقى إن مهرة وجابر يتجمعوا مرة تانية في الحلقة الأخيرة، واللي يعتبر كان مستنيها الجمهور كله ومستني يعرف إيه اللي هيحصل، وكان متوقع أحداث فيها فرحة بعيد عن الحلقات اللي فاتت. لكن اللي حصل كان غير متوقع، ومهرة اتقتلت في الحلقة الأخيرة، وقتلها كان على يد ابن تاجر المخدرات اللي قتله جابر، واللي كان طبعا عايز ياخد حق أبوه بقتل جابر. وده حصل بعد قرار مهرة وجابر إنهم يرجعوا لبعض تاني وبعد كتب الكتاب. وفي وقت ما كانوا بيرقصوا في الفرح حاول ابن تاجر المخدرات إنه يقتل جابر ويضربه بالنار، ولكن يشاء القدر إنه بدل ما يقتل جابر قتل مهرة بالغلط وأخدت هي الرصاصة بدل جابر ومات. وجابر اتقبض عليه واتحكم عليه بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي. مسلسل ضرب نار من الأعمال الرمضانية اللي أخدت اهتمام كبير من الجمهور في رمضان 2023، وكان من المسلسلات الرمضانية الناجحة السنة دي، وتصدرت الترند في وقت عرضه على شاشة التلفزيون، وخصوصا مع مشاركة الثنائي المحبوب ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بطولة المسلسل. وقصة المسلسل كانت بتدور في إطار شعبي في إثارة وتشويق للجمهور، وأحداثه بدأت في قرى في صعيد مصر مع جابر الكوماندا واللي كان عايش مع أسرته والمكونة من والدته وأخوه وأخته، وعنده محل كاوتشات عربيات. وفجأة بيضطر إنه يسيب قريته بعد جلسات عرفية بسبب طار خاص بمحسن ابن عمه، وراح جابر القاهرة وبالتحديد في رود الفرج في شبرا، وهناك شاف مهرة، وبدأت الأحداث في الإثارة والتشويق ببداية قصة حب جابر ومهرة، واللي انتهت في الآخر بنهاية حزينة ما توقعهاش الجمهور، وهو قتل مهرة. ودي ما كانتش المرة الأولى للثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في الأعمال الدرامية. مسلسل ضرب نار كان العمل الدرامي الثالث للثنائي العظيم ده، واللي شارك قبل كده في مسلسل لآخر نفس، واللي اتعرض سنة 2016 ودارت أحداثه في إطار درامي مشوق. ده غير مسلسل اللي ملوش كبير واللي حقق مشاهدات ونجاحات كتير في رمضان 2021.